حدانا هيكل سيدنا سليمان، وانا عندي بنت اسمها رحمه وعبد الرحمن، وشفت سيدنا موسى وطلعت معاه جبل الطور. طلعت مع سيدنا موسى جبل الطور، ومعاه سيدنا موسى وسيدنا الخضر، وشفت سيدنا محمد. عندي 400 رؤيه صادقه، عندي 400 قصه حقيقيه. ولعت في بيتي من حوالي، امي ماتت. ثواني، هو اعترف بحاجه وسحبها تاني. بالنسبه لموسم الرياض يا جماعه الراجل ده بتاع توقعات خطير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايب قلبي ايها الفام العظيم. وحشتوني. في مقوله اخرى والله اشتقنا. انا عارف ان انا قد ايه ملتزم، لسه منزل لك فيديو اول امبارح ومنزل لك فيديو النهارده، واتمنى ان انا اتابع سلسله هذه الفيديوهات. فقبل ما نبدا قوم صلي العشاء لو ما صليتهاش، صلي المغرب. اي فرض فاتك يا ريت تقوم تصليه قبل ما تكمل الفيديو ده، وما تنساش لما ترجع تعمل لنا لايك سبسكرايب للقناه. ونشوف مين معانا النهارده. اهلا طبيب يسري جابر، يلا بينا. ما فيش أم حملت في نبي إلا ولازم تكون من أهل الجنة، وما فيش أب خلف نبي إلا ولازم يبقى من أهل الجنة، لأن الكفر غير متصور للأنبياء حال صغارهم كما أنه غير متصور حال كبارهم، وبالتالي يستحيل أن يكونوا في مرحلة من المراحل كان أبوهم وأمهم كفار فصاروا كفار تبع لحين ما تجيلهم النبوة فيتركوا الكفر، يستحيل. في دليل تاني. هو احنا الاولاني ده حسبناه دليل؟ اتفضل. من قواعد الفقه يقول لك ايه؟ الحكم بالجوار، بالمجاوره. حريم الشيء له حكم ما هو حريم له. الفسح اللي حوالين المسجد داخل سور المسجد لا حكم المسجد، لا يجوز للحائض ان تمكث فيها ولا للجنب ان يمكث فيها، الجنب له ان يعبرها فقط. جلدة المصحف قبل ما تبقى جلدة للمصحف ممكن تعملها جزمة، تعملها حزام، تعملها محفظة، لكن أول ما ارتبطت بالمصحف ما تلمسهاش إلا وأنت متوضي، اللي خدت قدسيتها بالجوار. يبقى حريم الشيء له حكم ما هو إيه؟ حريم له. طيب وبطن الأم اللي حوت النبي مش بقت حريم له؟ يبقى لها حكمه في النجاة، صح ولا لا؟ بالقواعد الفقهيه. بالقواعد الفقهيه يعني لو ام مش كويسه وجابت ولد صالح تدخل الجنه عشان ولدها صالح؟ يعني القدسيه بالجوار والحاجات اللي بالجوار يعني دي مع الاشياء، مع الجمادات مش مع البشر. الناس بتدخل الجنه والنار بالعمل، بعملها هي، كل نفس بتشيل حسابها هي لوحدها. نرجع بقى لاول نقطه حضرتك قلت عليها اللي هو لازم ولا بد الاهل في الجنه طالما لا، حضرتك قلت كل الاباء تقريبا في الجنه، ده اللي انت قلته في اول فيديو على ما اتذكر يعني. طب وابو سيدنا ابراهيم عليه السلام اللي سيدنا ابراهيم تبرأ منه، اللي ذكر في القران ان هو عدو الله، يعني معلش ممكن تشرح لي كلام حضرتك اصدقه ولا اصدق كلام القران؟ بصوا يا جماعه، دايما اي حاجه يعني باطله او مش صحيحه او غلط او كده هتبان، هتكشف نفسها بنفسها. كل الاباء في الجنه، في ايه بتعارضه ده علشان الشيء بس يعني فناء المسجد جنب المسجد فياخد حكم المسجد. ده مع الجمادات، اب فاسد وابن صالح، فالابن الصالح الاب الفاسد يدخل الجنه عشان الابن الصالح. اللي بعده بالنسبه لموسم الرياض يا جماعه الراجل ده بتاع توقعات خطير، والدوشه اللي شغاله والعك اللي موجود باسم الفن وتجرؤ على الدين وعلى ايات القران وعلى الكعبه المشرفه بيت الله الحرام والرمز بتاعها اللي موجود، اللي عاملين مجسم له عاملين له قص حواليه، وايات القران بيقولها فرقه الراب طبعا اللي هي العالميه ديت الاجنبيه. ده ينفع يا جماعه؟ كل القائمين على العمل وكل اللي شاركوا وكل اللي قاموا بيه هيكون لهم عقاب في خلال 5 ايام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه التوقع ده؟ هو توقع على هوا الجميع بس يعني مفيش الكلام ده. بتجيب منين يا حبيبي الكلام ده؟ فكريها يا بلد من مصر هنا انا بقولها، والسعوديه هتشوفها والعالم كله في خلال 7 ايام. يا عم مش كانوا في خلال 5 ايام مش عارف هياخدوا العقاب؟ بقوا 7 ايام ليه؟ وغالبا ما بيحسبش الاجازات يا جماعه. هيكون في عقاب الهي وعقاب رباني شديد جدا على كل اللي عمل كده في موسم الرياض في بلد الحرمين الشريفين، وما ينفعش. هو عرفت منين بقى؟ عرفت منين ان هيكون في عقاب الهي؟ عرفت منين؟ هو كده في عقاب الهي، بس امتى وفين وازاي مش انت اللي هتعرفه. ايه ده هو تاني؟ ده جايبينه قبل وبعد. يا جماله يا جماله. رحيم تصحيح مفهوم خطا واعتذار. في فيديو انا نزلته طبعا عن السعوديه عن موسم الرياض، بيقول لك كان في اخطاء فعلا، وطبعا انا بعتذر عنه، وطبعا موسم الرياض باذن الله مفيش اي مشكله. معلش. طب بالنسبه للعري والرقص والطواف حول مجسم كعبه براقصات ويعني الحاجات دي يعني مخالفات شرعيه باينه، اي حد هيشوفها يقول لك ده حرام، سواء بقى في الرياض في مصر في الهند في اي حته، دي مخالفات شرعيه، رقصات وبتاع، وكمان في مجسم كعبه، فدي يعني موضوع اكبر. فازاي ما فيهوش مشكله؟ معلش انت كنت لسه بتهاجمه من شويه. ويكتمل بخير، وما كانش في حاجه مسيئه، ده كان في حاجات كده طبعا احنا في هو ايه اللي ما كانش في حاجه مسيئه؟ خطا ان هي مثلا بتسيء للدين او كلام من ده، لكن ما فيش الكلام ده، وطبعا ده اعتذار وده طبعا تصحيح للخطا
يا جماعه خلاص، الراقصات اللي هو لسه قايل عليها فوق ما طلعتش بتسيء الدين تحت، بس هو التبس عليه الامر. احقاقا للحق والرجوع الى الحق فضيله. هو ايه اللي احقاقا للحق ورجوع الحق فضيله؟ كنت كمل على الباطل شويه، يعني الباطل اللي فوق ده كان كويس، انما الباطل بتاعك ربنا يهدينا جميعا. اللي بعده، تخيل كده تبقى داخل كباريه وشايف الناس كلها بتغني وترقص وتسكر، ومره واحده جيت قايل لهم ثانيه واحده بس يا جماعه، كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هبل صح؟ ما هو ده اللي انت بتعمله بالظبط يا اسطى لما تدخل على فيديو الاغنيه ولا فيلم ولا فيديو كوميدي وتكتب الكومنتات دي. طيب خلينا نفترض ان نيتك كويسه فعلا وانك عاوز تدعو الى سبيل الله وتاخد الثواب، تمام. الدعوة إلى سبيل الله ليها ضوابط وشروط، أهمها الحكمة والموعظة الحسنة. يعني إيه حكمة؟ يعني تفكيرك يكون سابق تفكير الشخص اللي قدامك، وكمان تكون مختار الشخص المناسب بالوقت المناسب والمكان المناسب عشان يتقبل منك. طيب خليني بس أعلق على حاجة لطيفة. اكتب وادعو، سواء على أغاني، سواء على فيديو عادي، سواء على فيديو كوميدي، على أي فيديو، مش لازم يكون فيديو ديني، طالما اللي بيشوف التعليق بتاعك هو شخص مسلم، سواء بقى عصى فزلت قدمه سمع أغاني، سواء كان بيتفرج على فيديو، سواء كان بيعمل أيا يكن الذنب اللي هو بيعمله، فهو مسلم. فلما يشوف الحديث بتاعك أو يشوف الكلام بتاعك ويردده، فأنت هتاخد ثواب وهو هياخد ثواب. والناس اللي بتكتب الحاجات دي هي مش بتكتبها على فيديوهات كوميدي أو أغاني بس، لا، هي بتكتبها في كل الفيديوهات. هو بياخد الكلام كوبي وبيست على اي حاجه بيشوفها، عايز ياخد ثواب انك الكلام وتكون انت اصلا مؤهل للدعوه، والجو العام كمان يكون فيه قابليه للنقاش. كون ان انت بقى مؤهل للدعوه، اي مسلم مؤهل للدعوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أي حاجة تعرفها بلغ بيها صاحب. أنا عرفت النهاردة إن في كلمتان خفيفتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وثقيلتان في الميزان بكلام مين بقى؟ ربنا عز وجل. هو يعني ثقيلتان في ميزانه وكلمتين اتنين، فما أقولهمش؟ لا، أقولهم لك حتى لو أنا عارف دي بس. يعني لو أنا أعرف المعلومة دي فقط، لو أنا عارف سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فقط، قولها. مش بقول الشخص اللي عامل الفيديو ربنا يبارك له، اللي أنا علقت عليه بس في أول الفيديو هو ملحوظة إن هو مش لازم يكون عارف كتير علشان ينشره بين الناس، لا، يعني انشر بين الناس المعلومه اللي انت تعرفها وبس. جزاك الله كل خير. حدانا هيكل سيدنا سليمان وانا عندي بنت اسمها رحمه وعبد الرحمن، وشفت سيدنا موسى وطلعت معاه جبل الطور، طلعت مع سيدنا موسى جبل الطور ومعاه سيدنا موسى وسيدنا الخضر، وشفت سيدنا محمد. عندي 400 رؤيه صادقه، عندي 400 قصه حقيقيه. ولعت في بيتي من حوالي، امي ماتت. ثواني، هو اعترف بحاجه وسحبها تاني، قال ولعت في بيتي، هو سحبها تاني بسرعه، قال ولعت في بيتي. انت متاكد ان هم 400 رؤيه صادقه؟ كمل. كان عايزين 4 يموتوا على المكان، انا وامي، امي ماتت وانا. انت متاكد ان في حد كويس في الدنيا عايزين دم 4 يموتوا على المكان؟ يعني دول مش جن؟ تمام. وابن عبد الرحمن واخت سعاد. هيكل نبينا صدقي بقى حدان. انت ليه مش مصدقه؟ يعني انت مش مصدقه ليه؟ الراجل بيقول لك الجن طالبين قربان 4 من اهل البيت، يعني صدقيه لك كمان. حدانا في جهينه حضرتك بتتكلم جد؟ والله العظيم، واللي يعز ويذل هيكل نبينا تحت، والخاتم ما حدش هيلبسه غيري، صدق او لا تصدق. حتى الشريط تبديل. يا جماعه في ناس بجد الجن بيوهمهم، بيضحك عليهم وبيغسل عقولهم. الناس اللي سلمت نفسها دي ارجعوا لربنا، بداياتها الصلاه والاذكار والصلاه على الحبيب المصطفى، صلوا عليه. الشريط تبديل رقم تليفون وانا اثبت لك بعد كده. طب خليك في اللي انت فيه، يعني مش اديني رقم تليفونك وهثبت لك بعد كده. يعني ممكن ناس تفهمها انك بتشقطها، هو عادي ممكن يكون مخترع الحوار كله عادي، يعني فاهم انت. يعني بص يا معلم، هي لو دي داخله عشان تاخد رقم فاحسن، لو ده بجد فربنا يستر عليه. يعني ارجع صلي، ارجع لربنا، ولو داخله برضه ارجع لربنا. يعني انا مش عارف افهمه بصراحه. طب بصوا يا جماعه، انا والله ماليش طولة بال على الفيديو ده، بس هو واضح ان يعني احنا لو كملنا فالموضوع هيبقى كوميدي عبثي، وممكن الناس تفهم ان احنا بنستهزأ بالراجل ولا حاجه. ربنا يهديه ويبارك له ويبعده عننا. اللي بعده نشوفكم الفيديو اللي جاي السبت الساعه 8، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.